كيفكم؟ اليوم جايه لكم بوصفه جديده، ان شاء الله تكونوا بخير. تنسوش تحطوا لي اشتراك ولايك يا جماعه ومتابعه وكل حاجه بالعربي والانجليزي وتحطوا لي تعليق حلو شو بدكم الوصفه الجايه تكون. طبعا عملت لكم صدر الدجاج، وصفه تايلاندي عن جد كتير زاكيه وبرضه سهله وسريعه وبتقدروا تعملوها، يعني ممكن كبيرها نص ساعة تكونوا مخلصين الوصفة كلها، وجنبها صوص هيك للتقديم زاكي ومكوناته بسيطة ومش يعني مش صعب وممكن يكون موجود في كل بيت. والبطاطا طبعا رفيقة كل الوصفات تقريبا، يعني بتدي هيك مقبل حلو جانبي. والمخللات طبعا يا جماعة هنا في مصر مليانة مخللات، حتى مخلل بصل أول مرة صراحة يعني أعرف إنه في مخلل بصل، بس كتير زاكي بقوا جربوه. والآن رح نبدأ بوصفتنا. حنحط من الزيت الصحي هذا اللي أنا أساسا حساني مش كتير مقتنعة، بس عشان في عنا ناس بتاكل أكل صحي. أول إشي طبعا حنقلب البصل طبعا عنا أكتر من مكون يعتمد بس على الفليفلة الحلوة أو الفلفل الرومي. والأنا هحط البصل. الفكرة في الزيت هذا إنه هو بيشوح تشويح، فإحنا بنكون محتاجين شوية يعني عشان يكون الأكل مش مقرمش. يعني البصل لو أنا بس اعتمدت على الزيت هذا رح يطلع مقرمش، وأنا ما بدي إياه مقرمش. فهنحل المشكلة هاي خلال الوصفة عشان يكون كله مستوي والطعم ممتاز. الآن حنقلب البصل طبعا، وتنسوش تدعوا لأهل غزة، تدعوا لعائلتي ولكل أهل غزة وكل أهل فلسطين عموما، لأنه بشكل عام أهل فلسطين كتير بيعانوا بشكل يومي. الآن طبعا صدر الدجاج تقريبا يعني ما في حدا بيكون بلاقي زينا بفلسطين هيك صدر الدجاج مقطع. بتجيبوا صدر دجاج انتو بتقطعوه بالحجم اللي بدكم إياه. والآن حنقلب تقليب خفيف بس عبل ما يمسك الدجاج عشان ما يتفرفط بإيدنا. وحنبدأ الآن نحط البهارات. أول إشي هنحط بهار البصل، وكمان عنا بهار تومة. هدول مكونين حلوين بيعطوا نكهة حلوة بالأكل صراحة. بس ما تكتروا، يعني شوفوا موضوع البهارات هذا بنساب لكل شخص وقديش هو بحب البهارات يعني. الآن طبعا راح أحط بهار فراخ. هو بهار يعني تقريبا راح يفرق معاكم صراحة لما تحطوا بهار الأصلي أو بهار مجمع. يعني البهارات الفراخ والفاهيتا والأشياء هاي كل بهار من كل مكان حتلاقيه بطعم غير. فشوفوا يعني انتوا حاولوا تنقوا بهارات تكون جودتها عالية. راح نحط هيل وفلفل أسود وبهار طبيخ، وطبعا نكهات. يعني البهارات هاي كتير زاكية وحلوة، وفعلا يعني بتشيل ريحة الزنخة تاعت الدجاج. وأهم إشي صحيح قبل ما نبدأ نحط صدر الدجاج لازم نغسله. في ناس بتغسله بالطحين، بس أنا بصراحة بغسله أول إشي وبعدين بنقعه بخل وزنجبيل وشوية ملح، وبعدين بغسله كويس وبصير تمام وريحته حلوة يعني. وبعد ما تقلب صدر الدجاج مع البهارات راح نحط الفليفلة الملونة كلها. وما شاء الله يعني شوفوا لي إشي بيفتح النفس، وتحس الواحد الألوان يعني إلها عامل جذب كويس يعني صراحة. والتقديم كمان زي ما بقولوا العين هي اللي بتاكل. وشوفوا لي هاي اللقطات الحلوة طريقة التقليب. وفي شغلة مهمة، يعني احنا قلنا انه احنا مش حاطين زيت كتير في العادة. الزيت الكتير هو اللي بيستوي صراحة الدجاج والبصل والاشياء هاي، حتى لو بتشوفوا هيك تحسوا ان هم مقرمشين. فاحنا عشان نتغلب على هذا الاشي رح نضيف شوية مية. طبعا هاي بالتصوير البطيء بتبين انه مية كتير، بس هي لا تتجاوز يعني ربع الكوب، يعني يدوب نتفة صغيرة، بس انه ندي مجال للخضار والبصل يكونوا مستويين شوية صغيرة. وفي ناس بتحب طعم القرمشة، بس بالنسبة لي انا يعني لا. والآن يعني بما انه الدجاج اساسا مستوي راح نحط الملح طبعا حسب الرغبة. يعني بتحبوه مالح كتير حطوا ملح شوي بزيادة، بتحبوه دلع شوية قللوا الملح. ومش حوصيكم طبعا يا جماعة الاشتراك واللايك
وشوفوا عن جد التعليقات بتفرق معي كتير. يعني أنا لما بقعد مثلا تقريبا يوم كامل أشتغل بالوصفة عشان أطلع لكم حاجة حلوة وتليق فيكم يعني. فساعدوني وادعموني إنه إذا كنتوا مش مشتركين اشتركوا بقناتي وعلقوا، يعني قولوا لي عجبتنا الوصفة في كذا كذا، أي حاجة يعني بتطلع منكم لأنه اليوتيوب بشوف يعني إذا في تعليقات وتفاعل واحضروا الفيديو للآخر يعني بيقوم برفع الفيديو، بيصير يظهر الفيديو لناس أكتر. فدعمكم هو اللي بيساعدني إني أنجح. وأنا طبعا من كتر ما عجبني اللون الفلفل الحلو أو الفليفلة، حسيت ان انا ركزت بالتصوير على الالوان كتير، يعني طولت وقت التقليب عشان استمتع بالمشاهدة معاكم. وحنسيبه بعد ما حطينا المية شوية هيك ابو 5 دقايق على النار، وهيك حيكون تقريبا استوى. في هذا الوقت راح نجيب درس تومة للدرسين حسب الرغبة والكمية، ونص قرن فلفل اخضر، طبعا حيطلع حراق كتير، وراح ندقهم مع شوية ملح بالمدقة وحنجهزهم. يعني هاي الصوص صراحة كتير زاكي وانا بقدرش استغني عنه بصراحة، بحس انه هو لذيذ صراحة مع الوصفة هاي، يعني دايما اساسا الكل بيطلبوا مني. المكونات طبعا شوية طحينية مش كتير يعني صراحة، وراح نحط حتى لو كان عندكم البقايا تاعت الطحينية عادي فيش مشكلة، بتدوب أساسا يعني مع التحريك بتدوب. بالنسبة للمكون الثاني هو الليمون، راح نعصر ليمونة ونحط منها يعني، بس ما شاء الله الليمون هنا صغير بس فيه مية كتير يعني وحامض يعني. حقلب الليمون مع الطحينية شوية هيك، حتحس انه هو شايف كيف زي الفرول هيك او كتول. وهنحط شوية مية، طبعا هنحط شوية مية لأنه مش راح يكون هيك جامد. يعني في ناس بتحب الصوص هذا يكون جامد، وفي ناس بتحبه يكون طري يعني مرق شوية. وهنحط طبعا التومة والفلفل اللي دقيناهم، والسر هنا في انه بنحط اللبن اللي هو الزبادي بنحط منه شوية. شوفوا المكونات تقديرية يعني على حسب الطعم، فانت بتعملي وتخليه يدوب كويس لحد ما تروح الكتل تاعت الزبادي، فبيصير تمام الوضع. لو حبيتوه مرق شوية بتحطوا كمان نتفة مية، فالموضوع بيعتمد على ذوقك. على فكرة الطبخ يعني في مقادير وفي اشياء، بس بالاخر بيطلع هو ذوق وفن، يعني كل واحد وايش بحب. اللي هو الحاجة الأخيرة الضايلة في الصوص هذا اللي هو، والآن أجينا لأهم نقطة اللي هي طبعا التقديم أو التزيين. بصراحة يعني في ناس ما شاء الله بتروح على بيوتهم لما بيقدموا الأكل بتحس نفسك مفتوحة يعني من كتر إيش الاهتمام بالتزيين. وفي ناس عمليين زينا يعني بنحب بسرعة نحط الأكل وناكل وهالطنجرة حط وكل واحد بصحنه، والعملية يعني إنه الحياة سريعة الأيام هاي. بس لابد إنه الواحد يعني يهتم شوية بهذا الجانب. تنسوش يا جماعة اللايكات والتعليقات، لانه الفيديو طبعا قرب يخلص. اكيد انا مش جعبلي اسيبكم، بس يعني ان شاء الله بشوفكم بفيديو قادم، وقولوا لي ايش الوصفة الجديدة اللي حابين اعملكم اياها. وتنسوش تدعموني دايما وتدعوا لأهل غزة، وبتشرفت كتير بالمتابعين الجداد، وان شاء الله بستنى دعمكم دائما. وسلام.